تعرض اللاعب علي الملاهي مدافع الهلال السعودي للطرد ببطاقة حمراء مباشرة من مباراة العين الإماراتي في قمة دوري النخبة الآسيوي. وأجبر الملاهي فريقه الهلال على لعب منقوصا آخر 8 دقائق من الوقت الأصلي للشوط الثاني. وأشار الحكم في البداية بطاقة صفراء للبلاهي بعد لمسه لكرة بينية بيده ليمنع وصولها للعبة كودوجو للنجم العين على حدود منطقة الجزاء، لكنه ألغى البطاقة الصفراء واستبدلها بأخرى حمراء بعد مراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو المساعد. وهذه هي البطاقة الحمراء الأولى التي لقاها المدافع الدولي مع الهلال في كل البطولات منذ طرده في ديربي النصر بنهائي كأس الملك الموسم الماضي 31 مايو 2024. وتلقى البلاهي أول بطاقة حمراء في الموسم الجاري، فيما كان طرد مرتين الموسم الماضي كلاهما أمام النصر. وفي تصريحات لقناة الكاس القطرية بعد نهاية المباراة قال البلاهي: الكرة لمست كتفي وليس يدي، ولكن نحترم قرار الحكم والأهم في النهاية هو الفوز. وأضاف قائلا: الحمد لله والشكر لله، مباراة صعبة وقوية، خسرنا الموسم الماضي أمام العين، لكن الهلال هذا الموسم لديه طموح ورغبة أكبر في التتويج باللقب الآسيوي. ولحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.